باعتبارها القضية الأم، عاش الشعب الجزائري فرحة 7 أكتوبر باحتفالية تعبر عن مدى الاعتزاز بالضربة القوية التي تلقاها الكيان الصهيوني من أيادي المقاومة الفلسطينية. الشعب الجزائري فرحان، يعني بيوت الجزائر فرحانة بزاف، يعني والصراحة يعني فلسطين يعني ضربت بقوة إسرائيل، يعني أنا فرحانين. كنا شفنا في التلفزيون هكذاك غير فرحنا كاع يصدموا عليهم هكذاك، يعطيهم الصحة إن شاء الله ينصرهم ربي. طوفان الأقصى بالنسبة للشعب الجزائري هو بمثابة حرب تحرير انطلقت ولن تقف، بل ستكون كبداية لخطة تنفيذ أكثر حكمة وقوة في الأيام المقبلة، لا سيما إذ دعمت من طرف الدول العربية بالرغم مما يحدث من انتهاكات للشعب الفلسطيني على مر العالم. هذه مقاومة مش غير الفلسطينيين، يعني من جميع واحد مسلم في العالم راهي تعنيه هذه القضية، هذه تعنيه. احنا نقولوا المجد والخلود للشهداء الابرار في فلسطين وفي كل الامه الاسلاميه، وان شاء الله يا ربي ينصرهم ان شاء الله. كي شفنا القصف هذاك يعني فرحنا بالثوره تاع الاقصى، فرحنا بزاف. ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه، وان شاء الله تكون هذه الثوره خطوه اولى للتحرر ان شاء الله. متابعة تخضع لكل تفاصيل الاهتمام التي تعكس صورة الدعم الكبير، وذلك إيمانا بالقضية التي لطالما كانت قضية جزائرية حكومة وشعبا.